أهلا وسهلا فيكم. اليوم بنعمل الخمير العدني. وقبل ما نبدأ بالوصفة حطولي لايك، وإذا انتم مش مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. نبدأ بالوصفة. بتجيبي قلصين دقيق. إذا انتي حابة تزودي كمية الخمير بتزودي حسب الرغبة، انتي بعدين بالنهاية بتشوفي الكمية اللي بتكون، وإذا انتي حابة بتزيدي. وبجيب ملعقتين سكر وملعقة خميرة، وبتجيبي ملعقة بيكنج باودر وملعقة صغيرة ملح. تخلطيهم مع بعض، بعدين بتعجنيها بالحليب. إذا مش متوفر عندك الحليب ممكن تعجنيها بالماء عادي. كلها بنعجنها بالحليب. العجينة بتكون مش قاسية، بتكون شوية رطبة. بالبداية أول شي بتخلطيهم مع بعض وبعدين بتعجنيها عجين. إن بتحصلي صعوبة بالمخبط، فأفضل تعجني بيدك عشان تكون المكونات اختلطت مع بعض. بتستمري يعني حوالي 5 دقائق بالعجن لحد ما تشوفي انه صارت معك عجينة. بعد ما نعجنها بنخليها بالوعاء وبنجيب اللايلون وبنغطي عليها وبنخليها لحد ما توصل الضعف. هنا بعد ما ضاعف حجمه بتجيبي دقيق وبتفرديها وبتلصي على النار الزيت. الزيت ضروري يكون كتير. هنا بتفرديها وبعدين بتقطعيها على شكل، بتجيبي اي حاجة تكون تفرع عندك على شكل دايرة وبتقطعيها. والبقايا اللي بتكون بقات من العجينة بتعجنيها مرة تانية وبتقطعيها بأي شكل عادي. هنا بعد ما قطعتها بعدين كان بنفس الوقت الزيت حامي بطرحهم على حبة حبة. بتجيبي ملعقة وبتحاولي تسكبي الزيت فوقه عشان تنتفخ معك بهذا الشكل. وبتستمري على نفس الطريقة. هو وصفة سهلة ما تاخدش وقت كتير، ان شاء الله بتجربوها. بتخرجي اللي تحمر وبعدين بتطرحي كمان
إذا مثلا في حد بيكون يساعدك ممكن تطرحي الكمية كامل، وبنفس الوقت يعني الشخص الثاني اللي بيساعدك يسكب فوق الزيت. شايفين كيف انتفخوا؟ وهذه العجينة اللي بقت قطعتها على شكل دائرة نصين. انتم ممكن تقطعوها مربعات أو ممكن تقطعوها دائرة تخلوها نفس دائرة كبيرة عادي. هذه بتكون آخر حبة نفس الطريقة. خلاص بعدين بخرجهم بطفي النار. وبعدين فيك تاكله على شاي حليب أو شاي أحمر. وبس هذه كانت وصفة اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، وإذا جربتوها عطوني رأيكم بالكومنت.